الحمد لله حمدا كثيرا كما يليق بعظمته. الحمد لله على ما هدانا ووهبنا وتفضل به علينا. اللهم اهدنا بنورك وارشدنا وسدد قولنا وخطانا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درس النهاردة وهو بعنوان أصحاب الحرف وعددهم في المنام. بس قبل أي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو شفت النجار في المنام أو أدوات النجارة ده دليل على إنك هتحتاجهم قريب، كذلك الحداد. أو لو مثلا شفت فقيه فدل ذلك على إنك ممكن تحتاج إلى فتوى. ولو شفت مثلا مكان أو مركز حكومي دل ذلك على أوراق أو عقد زي عقد الزواج أو عقد امتلاك بيت أو عقد امتلاك سيارة. كل حاجة على حسب حال الرأي. طيب كذلك لو شفت طبيب بيطري وكان عندك حيوان فدل ذلك على مرض الحيوان ده. طب لو الحيوان ده مريض وشفت طبيب بيطري دل ذلك على شفاء هذا الحيوان. ولو لو شخص عيان شاف الدكتور دل ذلك على شفائه. ولو شخص سليم شاف الدكتور دل ذلك على مرضه. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة. أشوفكم على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.